تونس شقيقة فيه محاولات زعزعت الاقتصاد تاع تونس، زعزعت المودة اللي بين تونس والجزائر، ولا ماهيش جديدة يعني أمور قديمة. بيننا وبين تونس حتى أيام الاستعمار كان اللجوء إلى تونس كانك تمشي للوطن الثاني. ودمنا ننسجم في سقي سيدي يوسف وفيه تضحيات وما جاتناش حنا خيانة من تونس. جوارنا ما أديناهم ما أدونا، علاقتنا طيبة. اليوم فيه محاولات لزرع بذور التفرقة بيننا وبين تونس باستعمال العقول ضيقة، إن لم أقول مستأجرة، لخلق بلبلة باتفاقيات وكذا. احنا عندنا نهائيا هذه باش ما نزيدوش ندخلوا فيها. أمننا امتداده في تونس، وأمن تونس امتداده في الجزائر، وشهادة لله أمام ممثلين الشعب الجزائري. عمري ولا دخلت في الأمور الداخلية تاع تونس، مانعين نفوسنا باش ندخل في أمورهم الداخلية، كما احنا ما نحبوش اللي داخل لنا في أمورنا الداخلية. في احترام متبادل، يعني لا أقصى حد يحتاجونا رانا هنا. هي تونس عندها مشاكل اقتصادية صح، يحوسوا ينفردوا بها، يعني جوارها مع الجزائر مقلقهم، صبحت صعبة الافتراس، وظنين لما يعزلوها على الجزائر يفترسوها بسهولة. غالطين، غالطين بزاف، لأن ما يعرفوش تونس. اللي يعرف تونس هذا قاعد تحليل خاطئ، مثل التحاليل اللي كانوا يعطوها وراء البحر على الشعب الجزائري، بالشعب الجزائري كله ما يحبوش بعضهم بعض وكذا وكذا. هذا دليل. تونس الشيء اللي نعرفوا فيها أن فيها روح وطنية قوية جدا، وكل توانسة. ثانيا عندهم تجربة في التفرقة وفي غير التفرقة وفي عندهم كذلك روح قومية، روح قومية. انتمائهم يحاولوا يعني يوصلون المحال مع قيادة تونس، لكن دولة تحترم القيادة تاع تونس بما فيها وما عليها هي الجزائر. نمنع نفسي منع بات أننا نتدخل ولو بمثقال ذرة في أمور الداخلية تاع تونس. عندهم مشاكل إن شاء الله مرة عابرة، أنا في سندهم، أنا نساند حتى نجيبوا الحلول. أما يتكلموا على قال الجزائر وكيف يخلوا الجيش يدخل، الجيش عمره ما دخلوا ما يدخلش. حدودنا واحدة وعارفين، واللي طالبين الدعاية هذو الناس اللي مبيتين تونس على شي حاجة. نعرفوا من انتهاء صراع في الشرق الأوسط في سوريا وغير سوريا، والإفرازات إرهاب وما غير إرهاب وداك الشيء. حتى بالنسبة للمرتزقة اللي جابوهم من ليبيا، المرتزقة اللي حاولوا يجيبوهم في الماضي، فيه لعبة، فيه طبخة. طبخة احنا نساعدوا. اللي يحب يضر تونس لازم يفوت علينا، واللي يحب يضر الجزائر لا. قال الرئيس هم يتحكم في رأسي، سي با فري. أنا من خالط، وهذه بين قوسين، لما خالط الرئيس قيس ما شفت فيه إلا الخصائص صراحة. يعني إنسان مثقف أولا، قومي، حتى النخاع ما زال يأمن بالقومية العربية، متيقن منها. كذلك وطني، روح وطنية تاعو عالية لدرجة ما تصورش. إذن أنا ما نشوفش هذه الأمور اللي يبغوا يلفقوها نتكلم عليه أنه أخ عزيز والشيء اللي داخل ما يهمنيش. الرئيس قيس ما هو لا من المطبعين ولا من المهرولين ولا من المتوائمين، وهذا هو مربط الفرس، هذا هو بيت القصيد. كيفاه ضعفها تونس ما طبعتش بالمقابل، وعلى الجزائر تفسد لنا في اللعبة. هذا هو. احنا واقفين مع الشعب التونسي الشقيق، ما ننسوش الخير نتاعو ايام حرب التحرير تاعنا، وعانى الامرين هو كذلك من اجلنا. رانا هنا، واللي يمس تونس يمسنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.